يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده المقلوبة بدون لحمة وبدون فراخ وبدون شوربة، بطعم حلو جدا جدا. كمان هنستبدل البروتين الحيواني ببروتين نباتي. هنبدأ أول حاجة بالبتنجان، بجيبه وبغسله، بعد كده ببتدي أقطعه شرايح متوسطة، مش رفيعة قوي ولا سميكة قوي. انا بعمله بقشره، لو انت حابة تقشريه زي ما تحبي، لكن بحس ان القشرة بتحافظ على تماسك البتنجان في الوصفة بتاعتنا. بقطع جزء شرايح زي ما احنا شايفين كده، وجزء تاني بقطعه مكعبات. ده بعمله في البطاطس وبعمله كمان في البتنجان. مكعبات البتنجان تبقى سميكة شوية علشان ما تتهريش مني جوه الوصفة. كمان البطاطس هقطع جزء حلقات وجزء تاني مكعبات. لو حابة تعمليه كله حلقات اوكي، لو جزء وجزء زي ما انا عاملة كده مفيش اي مشكلة، بس بحس ان مكعبات الخضار بتبقى يعني اشيك كده، واحنا بناكل بالمعلقة ما بنكسرش الحاجة، يعني ما بنكسرش حلقات البطاطس، بتبقى مكعب كده في المعلقة، لكن كله بيبقى جميل وحلو جدا جدا. كمان جبت قرنين من الفلفل وقطعتهم شرايح، وبصلاية وقطعتها شرايح بالشكل ده. هبتدي بقى احمر الخضار بتاعي. ببتدي الاول احمر البطاطس وبعد كده باقي الخضار، البتنجان والفلفل والبصل. لو انت عندك اير فراير ممكن تعملي الخضار ده في الاير فراير، طبعا هيبقى اخف بكتير. لو حابة برضو تسويه في الفرن او تحمريه في الفرن، هتفردي ورق زبدة على صينية، وبعد كده تبتدي تدهني الخضار بتاعك بزيت ورشة من الملح وتدخليه الفرن لحد لما ياخد اللون الذهبي الفاتح، وبكده يبقى استوى معانا. بنخرجه لو هنقليه بنخرجه على مناديل مطبخ زي ما احنا شايفين كده. بنصفيه كويس لان هو مقلي في الزيت، فاحنا نحاول نخرج الزيت الزيادة منه. طبعا البتنجان ده بعد ما قطعته شرايح ومكعبات حطيت عليه رشة من الملح وحطيته في مصفى، ونزل المية الزيادة علشان طبعا يبقى اخف وما يشربش زيت كتير. لكن برضو البتنجان بيشرب، يعني خلينا نبقى متفقين. هنا كمان عملت في الفلفل والبصل نفس الموضوع، حمرتهم على الجنبين بالشكل ده. هنبتدي بقى نجهز الوصفة بتاعتنا. هنا جبت رز مصري، هبتدي بقى اتبله وانكهه كأنه معمول بالشوربة واجمل كمان. بحط عليه ملح وبحط عليه معلقة كده من السبع بهارات وكمان فلفل اسود، وبحط بابريكا وبحط كركم ومعلقة كده من الزيت، ومكعب مرق بقطعه قطع صغيرة جدا او ببشره، انا بكون حاطاه في التلاجة فبيكون جامد يعني، فببشره بالمبشرة بحيث ان هو بيبقى ناعم جدا، ما بيبقاش فيه اي تكتلات غير لما بتعمليه بايديكي او تهرسيه بايديكي. تمام، يبقى انا حطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا وكركم، وحطيت مكعب مرق ومعلقة من الزيت. وبصوا بقى بيفرق في الطعم ان انا اجيب بصلاية صغيرة كده وافرمها ناعم واحطها على الرز، واقلب الرز كويس جدا مع البهارات والرز والبصلاية بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا بتبقى اجمل لو انا عملتها بالرز البسمتي، لكن المتاح عند معظمنا هو الرز المصري، فعلشان كده انا عملتها بالرز المصري. جبت كمان كوباية من الحمص المسلوق والمستوي، وطماطمتين متقطعين شرايح رفيعة. هنبتدي نرص الحلة بتاعتنا، حطيت فيها ورق زبدة من تحت، ومش أساسي ورق الزبدة، عادي ممكن تعمليه من غير ورق الزبدة. وابتديت أرص البتنجان بالشكل ده. الحمص هنا بديل اللحمة وبديل الفراخ، يعني هو بديل بروتين نباتي بدل البروتين الحيواني. بعد ما حطيت البتنجان حطيت شرايح الطماطم، وابتديت احط كده رشة صغيرة من الرز علشان تثبت الكلام ده لما يستوي. وحطيت كمان مكعبات البتنجان والبطاطس والحمص، وهبتدي بقى احط شرايح البطاطس وكمان الفلفل والبصل، واحط الحمص والرز، وابتدي اعمل طبقات بالشكل ده.
بصوا بحب المكعبات اكتر من الشرايح، لانه لما بيستوي وبنيجي ناكل بالمعلقة كده بتبقى المعلقة فيها مكعب من البتنجان ومكعب من البطاطس وحمص، فبتبقى جميلة جدا. وحطيت باقي الكمية بالشكل ده، واخر حاجة هحطها الرز. بصوا هقفل بقى البتنجان بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه، وهجيب مية مغلية وهبتدي احط كده على اطراف الحلة، مش هحط في النص علشان انا متبلاه، ومش هكتر كمية المية لانه في طبقة تحت كبيرة من البرنجان والبطاطس والخضار، فانا مش هكتر مية فوق الرز، يعني مش هخلي سنتي ولا الكلام ده. انا يا دوبك كده بخلي الرز يا دوبك المية ظاهرة منه، ولو احتاج بزود بالتدريج، وبدي تقليبة كده لوش الرز لما بشيل منه الطبق. وهو بيستوي كمان ببتدي اقلب كده وش الرز مش اكتر، ما بقلبش من جوه وش الرز بس. حطيت طبق علشان الحاجة ما تتحركش، وهسيب الحلة على نار عالية لحد لما تبتدي المية كده يعني او الشوربة اللي معمولة تبقى بالارتفاع اللي احنا شايفينه ده، وهدي تقليبة زي ما قلت لكم كده الوش الرز. هبتدي اشيل الطبق وههدي النار واسيبها لحد لما تستوي. خلاص يعني بعد ما تستوي هنسيبها بقى حوالي 10 دقايق كده على النار، مش هنشيلها ولا هنقلبها دلوقتي علشان كله لما نيجي نقلبه يبقى ثابت، فبتستوي وبنسيبها على النار حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده بنبتدي نقلبها. بصوا بشيل ورق الزبدة بالراحة، ولو مفيش ورق زبدة زي ما قلت لكم مش اساسي، هيبقى البتنجان والخضار متحمر بس تحميرة كده جميلة، بس علشان التصوير وكل حاجة تبقى تمام يعني فبنحط. بنبتدي بقى نجملها، ممكن نعمل لوز محمر ونحطه على الوش، ممكن صنوبر زي ما تحبي او زي ما هي كده. الوجبة فيها بروتين نباتي وفيها خضار وفيها نشويات، فهي حلوة جدا وطعمها حلو جدا. عايزة اقول لكم ان يعني هتعملوها كل اسبوع مرة يعني اقل حاجة. زي ما احنا شايفين كده جميلة، والرز مفلفل من جوه لان احنا ما اديناهوش كمية مية كبيرة، والمعلقة بيبقى فيها الحمص والبطاطس والبدنجان والفلفل والبصل، فبتبقى خطيرة جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم ما تنسوش لايك وشاركوه مع كل اصحابكم، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله. عايزه اقول لكم ان انتوا كمان لو عملتوها بالرز البسمتي بتكون حلوه برضو جدا وجميله جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. يا احلى متابعين، باي باي.